بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درسنا في هذا اليوم هو: هل للسحر تأثير على جسم الإنسان؟ وبعبارة أخرى، هل السحر حقيقة أم خيال؟ وكنت قد وعدتكم من قبل في الحصة الماضية أن آتيكم بهذا الموضوع، والآن إليكم إياه، وأستعين بالله العظيم. هل السحر حقيقة أم خيال؟ هذه المسألة خلافية منذ القدم، وفيها قولان اثنان. القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن السحر حقيقة ثابتة وأثره في النفوس فعلي، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة، ومنهم ابن حجر العسقلاني والنووي والقرافي وابن حجر الهيثمي والفخر الرازي وغيرهم. وقالوا: لو لم يكن السحر موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه والوعيد على فعله، ولم يخبر القرآن أنه كان موجودا زمن فرعون وقبله. القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن السحر إنما هو ضرب من ضروب الخيال والتمويه، وبهذا قال المعتزلة والقدرية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وآخرون، وقالوا بأن النصوص القرآنية صريحة على أن السحر خيال وأخذ بالعيون، كما في قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه أي إلى موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والسحر في الحقيقة لا يؤثر بطبعه ولا بقوة ذاتية فيه، فلا يحدث الضرر منه إلا بأمر الله وإرادته تعالى. فهو أي السحر فهو مجرد سبب ظاهري فقط، وإذا أصيب إنسان بضرر بعمل من أعمال السحرة فإنما ذلك بإذن الله تعالى. وما السحر إلا وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به إن شاء الله، إذا أراد الله تبارك وتعالى هذا، فهو الذي يوجد المسببات حين حصول الأسباب. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به أي بالسحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إن الساحر لا قدرة له على شيء من الأمور الخارقة، وإن السحر يعتمد في الغالب على الخداع
والتخيلات والتمويهات. وإن السحرة نصابون يسلبون أموال الناس وهم في فقر دائم، ولو كانوا قادرين على ما يدعونه لأغنوا أنفسهم وحققوا الأمجاد بإزالة الظلم عن الأفراد والجماعات واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان والاستغناء عن طلب ما في أيدي الناس. وقد تمسك جماعة لإثبات تأثير هذا النوع من السحر بما روي في الصحيحين عن قول عائشة رضي الله عنها: إن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين أخبراه بذلك السحر. قال ابن عاشور في تفسيره: وينبغي التثبت في عباراته ثم في تأويله. ولا شك أن لبيدا حاول أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان اليهود سحرة في المدينة، وأن الله أطلع رسوله على ما فعله لبيد لتكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في إبطال سحر لبيد، وليعلم اليهود أنه نبي لا تلحقه أضرارهم. وكما لم يؤثر سحر السحرة على موسى عليه السلام، كذلك لم يؤثر سحر لبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عاشور، لا زلنا في قول ابن عاشور، قال: وإنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عارض جسدي شفاه الله منه، فصادف أن كان مقارنا لما عمله لبيد من محاولة سحره صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحد من الإنس، فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه وتخيلاته. انتبهوا إلى هذا الكلام أيها الإخوة. وإن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحد من الإنس، فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه وتخيلاته لسلطانهم من ذكر أو أنثى، أو يتعرض لتقبل مسهم وتخيلاتهم باستعادته بهم والتماسه نفعهم، أو استخدامهم للإضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس، أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القرآن ويتجافى عن التحصن بالأوراد المأثورة والاستعدادات الدائمة بالله من شرورهم. هذا ما ينبغي أن نعتقده في السحر أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.